ما تكوني عامله كب كيك لولادك او اي حاجه حلوه وحاطه فيها مكون هما مش بيحبوه ابدا، وهم يقولك شكرا يا ماما الحاجه جميله وطعمها لذيذ. هو الكب كيك ده بالظبط حاجه كده مشبعه وجميله ولذيذه، وحط لهم كمان مكونات مخبيينها جوه كده تزيد قيمتها الغذائيه. كب كيك شوكولاته من غير لبن ولا زبادي ولا حتى رايب، مكوناته رهيبه وطعمه بجد مش هوصفهولك، وهسيبك انت اللي تجربيه بنفسك، لانك بعد ما تدوقيه هتنسي اصلا انت كنتي حاطه فيه ايه. هو شوكولاته من شوكولاته وطعمه فظيع جدا. والاهم من ده كله عملنا 20 قطعه كب كيك بكوبايتين دقيق بس. يلا بقى تعالي ما نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. بس ما تنسيش سبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك والشير والكومنت اللي بستناه منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهارده هنعمل كب كيك شوكولاته بمكون مغذي ومفيد للاطفال. ويلا نبدا بسم الله. جبت معايا هنا 3 بيضات، دول صغيرين، ممكن تحطي بيضتين كبار ويبقوا زي الفل. وحطيت عليهم الفانيليا وبدات اضرب فيهم. وجبت معايا 3/4 كوبايه سكر اللي هي بالظبط 175 جرام. السكر ده مظبوط جدا جدا على الكميه دي. لو بتحبي الحاجه مسكره زياده عن اللزوم ممكن تزودي معلقه سكر كمان، ما تزوديش اكتر من كده. وبنزل السكر واحده واحده زي ما انت شايفه كده علشان تضمني اسرع ذوبان للسكر، لان ده سكر تموين فبيبقى ذوبانه اقل شويه من السكر الناعم. وما شاء الله بتطلع لذيذه وزي الفل وما فيهاش اي مشكله خالص. خلصت ذوبان السكر والفوم عالي زي ما انت شايفه كده، حجمها اتضاعف 4-5 مرات. وعلى طول بنزل ب3/4 كوبايه زيت اللي هي برضو 170 جرام مثلا. وطبعا تنزلي الزيت مع الضرب كده حوالي دقيقة بس ضرب زيت وخلاص، مش هنضرب حاجة تاني. وقفي المضرب كده وتعالي ما نشوف المكون الجميل اللي هنضيفه معانا. طبعا احنا كلنا بنعمل محشي كوسة، وبتجيبي كده كوسة بيبقى فيه كوساية كده مش هينفع تتقور، كوساية صغيرة خالص على المحشي، كوساية مثلا اتقطعت منك، ده كله بركنه على جنب وبعمل بيه الكيكة. بجد ما شاء الله بيطلع طعمها رهيب رهيب جدا. محدش هيكتشف ان هي جواها كوسة الا لما يشوفوكي وانتي بتعمليها. انا ولادي لغايه تقريبا قعدت اعملها لهم اكتر من 6 سنين ما اكتشفوش الا لما بدات اصور. وهبشرها زي ما بشرت الجزر في كيكه الجزر. ما تنسيش ان شاء الله هسيبلك فيديو كيكه الجزر في اخر الفيديو دوت، اوعي تفوتيه. بشرتها بشره خشنه، ولو عايزه تبشريها بشره ناعمه علشان ولادك يعني ايه ما يحسوش بيها، هي اصلا ما بتبانش خالص، بس عشان تبقي مطمنه ممكن تبشريها بشره ناعمه عادي مفيش اي مشكله. وهضرب ضربه بسيطه هنا علشان مش هينفع ان انا احط الكوسه على الدقيق، لاني لو نزلت الدقيق على الكوسه هتلم الدقيق وهيكلكع معاكي. فلازم اللفه بالمضرب دي علشان تضمني المكونات كلها بتاعتك تكون مظبوطه ان شاء الله. نركن السوائل على جنب كده. خلاص خلصنا المكونات السايله، مش هنحط اي حاجه تاني. نيجي للنواشف. معايا هنا كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات منخولين طبعا، كوبايتين دقيق اللي هما 300 جرام. ونزلت عليهم ب3 معالق صغيرين بيكنج باودر ورشة الملح طبعا. وعلى طول نزلت بنص معلقة صغيرة بيكنج صودا علشان الكاكاو اللي هنحطه اللي هو بالظبط ربع كوباية من 25-30 جرام كده منخول اكيد. وعلى طول نقلب المكونات الجافة معانا تقليبة كويسة كده. ونسيت اقولك ان الكوسة كانت 300 جرام كوسة بالظبط. طبعا 300 جرام بعد ما شلت الحاجات اللي في الجناب بتاعتها. وبنزل الدقيق على السوائل حبة حبة زي ما انت شايفة كده. وعلى طول لازم نقلب كويس وننزل بالراحة علشان برضو ما نضيعش الضرب اللي احنا ضربناه والكيك معاكي يطلع هش وجميل. وبالمناسبة دي انت ممكن تعملي المقدار دوت في قالب انجليش كيك كبير او في صينية مقاس 24 هيكون ممتاز جدا. وكمان نزلته على القناة السنة اللي فاتت تقريبا، كان قالب انجليش كيك صغير كان تقريبا تلتين المقدار دوت. خلاص كده خلصنا. يلا بقى حطينا قوالب الكب كيك ويلا ننزل فيها السائل. انا بحط تقريبا تلتين القالب او تلتين ورقة الكب كيك علشان انا مبحبش الكب كيك يكون بومبي زي المشروم كده معايا ابدا، لا انا بحبه يكون كده شكله ظريف وكيوت، ما يبقاش ضخم زيادة عن اللزوم. خلاص كده عملوا معايا بالظبط 20 القلبين. الصينيتين التانيين دول قدام جدا عندي ما بستخدمهمش خالص، بس طبعا زنقت فيهم المره دي فطلعتهم. يلا بقى نيجي نشوف هنحط على الوش ايه. في العاده انا بحط زبيب وعين جمل، انت ممكن تحطي عين جمل مجروش، زبيب، شوكولات شيبس زي ما عملنا في الفيديو القديم، تحطي اي حاجه، لوز شرايح،
تحطي الزبيب الجولدن عادي، مفيش اي مشكله. اي حاجه بتحبها ولادك وتزود لهم القيمه الغذائيه حطيها وانتي قلبك جامد. اوعي تنسي بقى تكوني شغلتي الفرن على درجه حراره 180 وسبتيه شغال قبل ما تبداي تصبي في القوالب، علشان تضمني ان الفرن اخد حراره حلوه ويدوبك قعد من 5 ل7 دقايق كده شغال. ما شاء الله شكله اصلا لذيذ وريحته تفتح النفس وهو لسه ني. يلا بقى ندخله في الفرن رف متوسط درجة حرارة 180، وهيطلع بعد 20 او 25 دقيقة بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه دوت. يا دوبك 20 دقيقة واختبريه وشوفي لو لسه ما استواش هتسيبيه دقيقتين 3 كمان وهيطلع معاكي زي الفل. هتسيبيه يبرد وبعد كده تاكليه بألف هنا وشفا. شايفين ما شاء الله عمل كمية كبيرة جدا، 20 قطعة من كوبايتين دقيق. حاجة ممتازة جدا. ممكن بقى تحشيه او ممكن تسيبيه زي ما هو كده. انا عن نفسي بسيبه زي ما هو لان هو طعمه فعلا فظيع. هيحبوه جدا 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 ومش هيكتشفوا فيه اي حاجة خالص، زي ما عملنا في كب كيك الجبنة القريش اللي هسيبهولك ان شاء الله في علامة الاي او في صندوق الوصف تحت. يلا جربيه واديهم منه في لانش بوكس في المدرسة ان شاء الله، وما تنسينيش بدعوة حلوة لما يعجبهم.